في غياب عدد كبير من اللاعبين الأساسيين ومع دخول فاتي في الجناح الأيسر وفورت في الظهير الأيسر وإيريك غارسيا في الظهير الأيمن، دخل برشلونة مباراة مايوركا. اللاعبين ديال الوسط غافي بيدري وأولمو عندهم أدوار مختلفة. بيدري هو اللي كيساعد في الجهة اليسرى ويقوم بالثلاثيات مع فورت وفاتي، وداني أولمو هو اللي كيساعد في الجهة اليمنى ونفس الشيء يقوم بثلاثيات مع لامين يامال وإيريك غارسيا. أما غافي عنده حرية أكبر في الملعب. من أول هجمة بان أن فليك يعتمد على نفس الأفكار، ضرورة يكونوا 3 لاعبين على الأقل في منطقة الجزاء يعطيو الكثافة الهجومية. لامين يامال ممنوع يدخل منطقة الجزاء إلا بالكرة، وبيدري وغافي كيتواجدوا قبل من منطقة الجزاء يستغلوا أي كرة ترجع من دفاع مايوركا. ولكن كيف العادة كانوا أفكار جديدة من فليك، غادي نشوفهم في الفيديو. كمل معايا. مباراة أخرى عظيمة قدمها بيدري هو اللي كيخرج بالكرة، بيدري هو اللي كيربط بين الدفاع والوسط، بيدري هو اللي كيربط ما بين الوسط والهجوم، بيدري هو اللي كيغير اتجاه الكرة يمينا ويسارا، بيدري كيصنع الفرص. الأكيد أن بيدري هو أحسن لاعب خط وسط في العالم حاليا. في مباراة مايوركا 3 المراوغات ناجحين من أصل 3 و4 الكرات الطويلة ناجحة من أصل 4 وصنع 6 ديال الفرص. فليك كيف ما قلنا قام بفكرة جديدة أول مرة يلعب بهذا الموسم. برشلونة كان كينوع من الهجمات من اليمين ومن اليسار، ولو أنه على غير العادة ركز أكثر على الجهة اليسرى. 44% من الهجمات كانوا من الجهة اليسرى و30% فقط من الجهة اليمنى و26 كانت من الوسط. برشلونة كان عادة كيركز ويصنع اللعب من الجهة اليمنى من جهة لامين يامال وكوندي في المقابلات السابقة، وبطبيعة الحال ملي يكون اللعب في الجهة اليمنى كيف ما قلنا في المباريات السابقة، يعني بيدري خاصو يكون في الجهة اليمنى لأنه متميز في عملية الاستحواذ وفي صنع الفرص، وكان الهدف كيكون هو تفريغ الجهة اليسرى اللي كيكون فيها رافينيا وكذلك عمق الملعب، والضرب كيكون من الجهة اليسرى. أما في هذه المباراة كان كل شيء مختلف، كان اللعب من الجهة اليسرى. هادشي علاش بيدري كان أكثر كيركز أنه يكون في الجهة اليسرى، ولكن الهدف ما كانش هو تفريغ الجهة اليمنى اللي فيها لامين يامال، لأن أصلا لامين يامال ما كيدخلش العمق، كيبقى دائما في الأطراف، وإلا دخل العمق ما كيدخلش منطقة الجزاء إلا بالكرة. كان الهدف هو الخطورة تجي من العمق. الكرة كتلعب ما بين فورت وفاتي وبيدري في الجهة اليسرى، يعني الأكيد عدد كبير من لاعبين مايوركا غادي يتركزوا في الجهة اليسرى. ولامين يامال لأنه معروف خطورته، فالأكيد أن مدرب مايوركا غادي يخلي ليه أكثر من لاعب يراقبه، فتقريبا وسط دفاع مايوركا تفرغ، وحتى اللاعبين ديال الوسط مايوركا كان عندهم تشتيت. علاش؟ لأن في وقت الهجمة كان إيريك غارسيا كيتحرك قبل منطقة الجزاء، يعني ضروري مراقبته كذلك، وكذلك غافي وكذلك بيدري في بعض الهجمات كيتمركز خلف منطقة الجزاء. هادشي اللي عطى اريحيه كبيره للمهاجمين توريس واولمو. فاتي اللي تحرك بشكل كبير وبشكل ممتاز، ولو انه كان ثقيل بالكره ولكن تحرك بشكل ممتاز مع انه ما لعبش عدد كبير من المباريات. هادشي اللي عطى اريحيه كبيره للاعبين ديال خط الهجوم وعطى عدد فرص كبير جدا. فكره كانت ممتازه من فريق، التطبيق ديالها وصل ان الاستحواذ وصل 78%، وعدد تسديدات على مرمى مايوركا وصل 40 تسديده في الماتش. مباراة كانت عنوانها هي السطوة. سال الشوط الاول ولو ان برشلونة ما سجلش، لكن كانت كل البوادر كتقول انه غادي يسجل في الشوط الثاني، وبالفعل مع بداية الشوط الثاني سجل الهدف الاول من داني أولمو. فليك في الشوط الثاني قام بتغييرات لكن كلها كانت مركز بمركز، وحافظ على نفس الاسلوب ونفس الافكار، وكان ممكن يسجل اكثر من هدف، لكن حارس مايوركا ليو روماني قام بمباراة عظيمة حرفيا. فوز مهم جدا لبرشلونة كيقربوا أكثر من ليغا واستفاد منه الفريق إراحة أكبر عدد من اللاعبين. مبروك لجماهير برشلونة. كان معكم عصام ليريريك في العادة. إذا كنت كتشاهدني من يوتيوب نتمنى تدعمني بلايك وباشتراك، أما إذا كنت كتشاهدني من الفيسبوك فمتابعة باش تشوف فيديوهات القادمة. والسلام عليكم ورحمة الله.